أن أعلن بوضوح أن مسألة الصحراء الغربية هي مسألة تصفية استعمار، وهي قضية بيد الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي، وينبغي أن تظل بعيدة عن تحقير العلاقات الأخوية مع الأشقاء. في الصحراء الغربية آملين أن تفضي مداولتنا إلى تدابير عملية وفعالة لبلورة حل دائم لهذا النزاع الذي طال أمده والذي لن ينتهي أبدا بالتقادم ولا بالأمر الواقع. ويأتي اجتماعنا كما تم توضيحه بهدف تهيئة ظروف وقف جديد لإطلاق النار بين الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية والمملكة المغربية، والعمل على تحقيق حل عادل ودائم يكفل حق تقرير مصير الشعب الصحراوي ويطوي آخر ملفات تصفية الاستعمار في إفريقيا التي تغلبت على الاستعمار الأوروبي بصفة عامة بنضالها السياسي وكفاحها المسلح في بعض الأحيان، والتي أسقطت النظام العنصري الأبارتهايد، وتبقى لها اليوم أن تقضي على آخر بؤرة استعمارية في إفريقيا في قارة أفريقيا. وفي هذا الإطار أود إدلاء بالملاحظات التالية. أولا، إن انهيار وقف إطلاق النار عقب انتهاك المملكة المغربية لاتفاق ساري المفعول منذ 1991 والتصعيد الخطير الذي يعرفه النزاع في الصحراء الغربية ما هو إلا نتاج عقود من سياسة العرقلة والتعطير الممنهجة لخطط التسوية والالتفاف على مسار المفاوضات، وكذا المحاولات المتكررة لفرض الأمر الواقع على أراضي دولة عضو مؤسس لمنظمتين، بما فيها الاستغلال غير الشرعي للثروات والعمل على تغيير التركيبة البشرية الديمغرافية في الأراضي المحتلة ومختلف الانتهاكات الممنهجة التي ترتكب في حق المواطنات والمواطنين الصحراويين العزل، ناهيك عن المحاولات غير القانونية لتغيير المركز القانوني للصحراء الغربية. وفي هذا الصدد نطلب من منظمتنا الموقرة أن تضم صوتها بصوتنا بطلب للأمين العام للأمم المتحدة بتعيين فورا لممثليه في إطار الصحراء الغربية. ونطلب كذلك من الأمم المتحدة وبدعم من الاتحاد الأفريقي أن تعطى للمنرسو أوامر للتصدي لخروقات حقوق الإنسان في الصحراء الغربية، كما أن عدم التكفل بمأساة الشعب الصحراوي الذي ضاق ذرعا من تماطل الأمم المتحدة في تنظيم الاستفتاء المتفق عليه منذ 30 سنة ومن الجمود غير المسبوق لعملية سياسية كان له الأثر البالغ في تفاقم الأوضاع. إيمانا بهذا التوجه فإننا نجدد الدعوة الصادقة لأشقائنا في الجزائر للعمل سويا دون شروط من أجل بناء علاقات ثنائية أساسها الثقة والحوار وحسن الجوار، ذلك لأن الوضع الحالي لهذه العلاقات لا يرضينا وليس في مصلحة شعبنا وغير مقبولة
من طرف العديد من الدول. فقناة الحدود المفتوحة هي الوضع الطبيعي بين بلدين جارين من شعبين شقيقين، لأن إغلاق الحدود يتنافى مع حق طبيعي ومبدأ قانوني أصيل تكرسه المواثيق الدولية، بما في ذلك معاهدة مراكش التأسيسية لاتحاد المغرب العربي التي تنص على حرية تنقل الأشخاص وانتقال الخدمات والسلع ورؤوس الأموال بين دولهم. وقد عبرت على ذلك صراحة منذ 2008 وأكدت عليه عدة مرات في مختلف المناسبات، خاصة أنه لا فخامة الرئيس الجزائري الحالي ولا حتى الرئيس السابق ولا أنا مسؤولين على قرار الإغلاق، ولكننا مسؤولون سياسيا وإخلاقيا على استمراره أمام الله وأمام التاريخ وأمام مواطنينا. وليس هناك أي منطق معقول يمكن أن يفسر الوضع الحالي، لا سيما أن الأسباب التي كانت وراء إغلاق الحدود أصبحت متجاوزة ولم يعد لها اليوم أي مبرر مقبول. إذا كنت مسلما ادعمنا بالإعجاب لمعرفة عدد المسلمين في هذا الفيديو. إذا كنت مسلما ادعمنا بالإعجاب لمعرفة عدد المسلمين في هذا الفيديو. إذا كنت مسلما ادعمنا بالإعجاب لمعرفة عدد المسلمين في هذا الفيديو.